في زمن غاب فيه الكتابة، وقبل أن تسجل القوانين على ألواح حجرية، كان الحكم نفسه حكاية مروية متوارثة. لا يوجد أول حكم محدد تاريخيا بشكل مطلق، لكن تخيل معي ربما كان أول حكم قرارا بسيطا اتخذه زعيم قبيلة ما حسم به نزاعا على الماء أو فريسة نادرة. ربما كان عبارة عن إشارة أو رمز يفهمه الجميع، يشير إلى تقسيم عادل للأرض أو لعقوبة على من خالف قواعد المجموعة البدائية. كان الحكم آنذاك متجذرا في العرف والعادات الاجتماعية المتوارثة وقوة شخصية الزعيم أو الشخصية الأبرز في المجتمع. لم يكن مكتوبا، بل معاشا ومحكما بواسطة قوة التقاليد والقبول الاجتماعي. إنه لغز مثير يلقي بظلاله على جذور النظم القضائية التي نعرفها اليوم.